مساء الخير، اهلا وسهلا فيك عبر موقع خبر عاجل. أهلا مساء النور. أنا خالته لمازن، اسمي نادية. أنا مازن مربيته على إيدي من أول ما خلق بالملفة، هو ربع على إيدي بين إيدي وهيدا حبيب عمري. بس أنا بتمنى من وزير الداخلية يتابع الموضوع، وأنا عندي ثقة بنفسي بالنسبة للأردن. انت بالنسبه للقضاء الاردني، طبعا هن السلطات الامنيه بالاردن كمشوا المجرمين بمده اقل من 24 ساعه، مشكورين على هالمجهود هيدا. ولكن هل انت عندك ثقه انه تم محاكمه هالمجرمين الاربعه بالعدل وبالقانون؟ هالثقه موجوده؟ وشو بتقولي للقضاء؟ أنا بقول للقضاء إنه الله ينتقم منهم، بس انه نعمل فيهم مثل ما عذبوا بمازن، لانه مازن ما بيستاهل، مازن ما عنده عدوين لإله. بالعكس الاردن كلها بتحبه لمازن وبتحلف بحياته. مازن كان قبل فتره ب 15 يوم بلبنان بعيد الفطر، صح؟ كان هون موجود؟ نعم كان بلبنان، اجا على العيد لهون لانه ابوه تعبان شوي، اجته جلطه واجا ليشوف ابوه ورجع سافر، عيد هون قعد اسبوع، شافنا. هيدا يمكن انه هو عارف حاله شو بده يصير فيه. جاي هالاسبوع ليودعنا، ليودع اهله، ليودع قرايبه واصحابه، مع انه قضاها كل الاسبوع قضاها بالفرشه مريض. مازن ما ظهر فشخه من بيته. مازن كان مريض؟ شو السبب؟ صار عنده اشكالات، ممكن انه يكون من الاي سي، صار عنده استفراغ حسب ما قالت لي امه، انه كان عنده استفراغ ولون صفار. كان ياخذ العلاج الادويه، تساله امه ايش بك شيء؟ الا لا، بس انه اخذ برد او شيء. طب قبل ما يفل مازن قال لك شيء لك انت شخصيا؟ وصاكي على شيء؟ كان يقول لك انه والله هو خايف من حدا كان يهدده بالاردن؟ مع انه مازن ما بخبي علي، ممكن يخبي على امه بس علي ما بخبي. مازن كل مشاكله عندي، بس ابدا ابدا ما عنده من هالاشياء هاي. هو يمكن هالموضوع اذا حسب ما قال خيو انه بالاول كان مهدد، ورجعوا نفس الاشخاص انه هددوه، لانه قالوا سالوه انت بتخاف من الموت؟ قال لهم لا انا بخاف من اللي حوالي. طب ما زال كنتوا تعرفوا انه هو او قالكم كان مهدد، ليش ما نصحتوه يبلغ السلطات انه هو عم يتعرض للتهديد؟ يعني على الاقل انه يحطهم بالجو. انا الصراحه ما معي علم، ما عندي علم ابدا ابدا. امبارح مالك عشيه خيو وصل من السفر وحكى هيدا الموضوع، كان عمال يحكي انه صارت هالشغله معه. قال تأزم بحادثه انه كسروا له الازاز السياره وسرقه ايباد، مدري تليفونات، ما بعرف. هيدا اللي سمعته، مع انه مازن ما فتح سيري ابدا انه شو عنده مشاكل. كيف وصلكم الخبر؟ وصلنا الخبر هيدا امبارح، خيو مالك عمال يحكي معنا بهالشي هيدا. بس ما بعرف، كل انسان بيحكي شكل، ما عم ناخد لا حق ولا باطل من حدا. كلمة هيك بتوجهيها لمازن شو بتقولي له؟ الله يرحمه. مازن ما بقول الله يرحمه، مازن بقول انه هو بعده عايش وبده يجي يزورنا. حبيب قلبي مازن، حبيب عمري، هو كل حياتي. لانه مازن شو ما بيصير انا صديقته وانا امه وانا اخته وانا خالته وانا كل شيء. مش مثل امه، ما بيطلب شيء من امه مثل ما بيطلبه من خالته. هيدا صديق عمري وحبيبي، هيدا طلع من جسمي بس، لا اكثر ولا اقل. هيدا حبيبي. مازن كان يعاني من مرض وفات على المستشفى وتعالج. المرض يمكن ربنا كان واقف حده، ويمكن عطاه جدد له صحته وحياته، ولكن ايدين الغدر قتلوه. قديش هالشي بتحسيه كتير قوي وصادم على حياتكم بشكل عام؟ مازن اول شغله، مازن بقصه مرضه قاوم بحاله، قوى حاله، لا خايف ولا شيء، كله دخيل اسمه ربنا، كله بإرادة رب العالمين. قاوم بحاله وقوى حاله، كان جريء، كان جبار على مرضه، وحمل هالشي كلياته، حمل كل هالشي لحتى اللي شفى من هالمرض. حبيب قلبي مازن.
كلمة بنرجع تذكيرا أخيرا للسلطات، وشو عندك أمنية، شو عندك طلب تطلبيه؟ أنا بطلب من ربي بس الله ياخذ له حقه، وتكون جريمة أصحابه يلي عملوا هالجريمة تكون مثل جريمة مازن، ويتعذبوا وأهله يقعدوا، أهليتهم يقعدوا يبكوا عليهم مثل ما بكونا عليه. بس عوض بسلامتك. ميرسي.